بسم الله الرحمن الرحيم. جريدة الحلم العربي من هنا من داخل مدينة بسيون، مع واحد من أبناء شعب مصر وأبناء مدينة بسيون، محمد إبراهيم فخر الدين القارئ والمرشد. أولا برحب بيك على جريدة الحلم العربي. أهلا بحضرتك، وأنا يشرفني إن أكون مع حضرتك النهاردة أكيد. كلمنا عن نفسك. في الأول أنا اسمي محمد إبراهيم فخر الدين، من قرية شبرتنا، مركز بسيون، محافظة الغربية. طالب في سنة تانية، كلية تجارة. تمام. بدأت موضوع الإنشاد الديني من وأنا في ستة ابتدائي. الحكاية كلها كانت من حبي في الإذاعات المدرسية والكلام ده كله. كذا أستاذ وكذا أستاذة من أساتذتي يعني كانوا شجعوني كتير إن أنا أبدأ في الموضوع، وشجعوني في فترة تقريبا كنت في ستة ابتدائي، ويعني طلعت كذا إذاعة وفي الحفلات بتاعة المدرسة وكده، فطلعت في كذا مرة منها، والحمد لله يعني كنت أديت بشكل كويس. ابتديت بعدها ان انا لما دخلت المرحله الاعداديه كنت ابتديت ان انا يعني اشتغل على نفسي اكتر واكتر، وابتديت ان انا اسمع اكتر. تمام. واحفظ واسمع واردد وكده لحد ما بقيت يعني متمكن اكتر واكتر. في المرحله الثانويه طبعا يعني ابتديت ان انا اسمع، كنت في المرحله الاعداديه بسمع للمنشدين اللي هم الشباب او المعاصرين. لما طلعت في المرحلة الثانوية ابتديت إن أنا أشتغل على المنشدين الكبار بقى، نصر الدين طوبار، الشيخ النقشبندي، الشيخ محمد عمران، الشيوخ الكبيرة دي، فادتني دفعة أكتر، وزي ما بيقولوا كده تقل أكتر في المجال شوية، لأن طبعا الناس دي يعني الحليات بتاعت صوتهم، المقامات بتاعتهم، كل ده طبعا يعني من الحاجات اللي بتخلي الواحد يبقى له تقل في المجال. الحمد لله ربنا كرمني السنة اللي فاتت، وكنت واخد المركز الرابع على جامعة طنطا في الإنشاد الديني، والحمد لله السنة دي أخدت المركز الأول على جامعة طنطا في الإنشاد الديني. فبفضل ربنا يعني بشتغل على نفسي كتير، وطبعا والدي ووالدتي طبعا شجعوني كتير في المجال، وبصراحة والدي يعني بالذات كان له فضل كبير بعد ربنا، يعني ان انا اوصل اللي انا فيه ده. كان دايما بيشجعني يعني، وكان دايما داعم ليّا في الحتّة دي، يعني كان حتى طبعًا بدون التقصير في الدراسة وكده، هو كان دايمًا يقول لي يعني اشتغل على موهبتك وكل حاجة، بس يعني ما تهمّلش في دراستك وكده. الحمد لله كنت طبعًا يعني باسمع كلام والدي وكده، وهو كان دايمًا بيشجعني، وكان دايمًا بيجيب لي أناشيد محببة ليه هو، ويعني كنت أنا باتمرّن عليها كتير، وكنت أقولها كان يقول لي: "كده جميلة وبس في أحسن." كان طبعًا بيشجعني إن أنا أظهر وأبقى بأفضل شكل ممكن قدّام الناس، سواء كان في صوتي، سواء كان في هيئتي، سواء كان في كلامي، أسلوبي مع الناس، التعامل مع أي شخص مثلًا يُعجب بصوتي وكده. طبعًا مش هانسى طبعًا اللي كان داعم ليّا في الفترة الأخيرة الباشمهندس حسام شيطة، فبصراحة دعمني كتير في الفترة اللي فاتت، في إن أنا أظهر للناس بشكل أفضل وأفضل، من خلال طبعًا هو دعمني بفيديوهات في استوديوهات كبيرة وكده. فطبعًا هو الفترة اللي فاتت هو طبعًا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو له الفضل بعد ربنا في اللي أنا وصلت له في الفترة اللي فاتت بالشكل يعني خلّاني أظهر بشكل أجمل للناس، وإن هو يعني إن أنا أبقى ظاهر بالشكل الأفضل اللي يعني يليق بالمنشد الصح يعني، بس يعني. عاوزين نسمع إنشاد ديني. تمام. في قصة جميلة كان الرسول عملها مع صحابي، فأنا باحب الأنشودة دي، يعني هاقولها لحضرتك دلوقتي وللناس برضه. أروي إليكم قصات للمصطفى، إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القاوم خروجه،
نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما. آلمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغافير وهمهما. ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاذا خلقا عظيما. فتأملوا في قائد ومجند قد أظهر الإسلام حبلا فيهما. هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما. دي جميلة يعني، ده جزء منها. ما شاء الله صوتك حلو وجميل، واستمتعت بوجودك معانا على جيت الحلم العربي. كل سنة وانت طيب. طيب، ودايما بتشرف ان انا مع شخصيات جميلة زي حضرتك، ويعني كيان زي جريدة الحلم العربي. وشكرا لحضرتك وشكرا للاستضافة الجميلة دي.